السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا تالتة ثانوي، ليلة امتحان الألماني. إن شاء الله بإذن الله تكونوا بكرة بإذن الله طالعين مبسوطين ومجبورين الخاطر. الفيديو ده هينزل لك يا صديقي إن شاء الله بعد العشاء كده، عشان خاطر تبقى رجعت على الكلمات وشفت الامتحانات. وده الفيديو هيبقى عبارة عن أهم التريكات والأسئلة، أهم الكلمات، أهم الجمل، أهم الحاجات اللي أنا أخد بالي منها إن شاء الله استعدادا للامتحان الصبح. فهي حصة مجمعة لأهم الكلمات، أهم الجمل، أهم التريكات اللي أنا عايز حضرتك تركز معايا فيها. وهي تجميعة كده يا أولاد للمنهج عشان تقفل إن شاء الله المنهج بالليل، وبعدين الصبح تتوكل على الله، وبإذن الله بكرة كلكم تطلعوا مجبورين الخاطر. فنصلي على الرسول، نقول كده مع بعض: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب عشان برضه انا بشوف صياح شويه على الجروبات بتاع الواتس او اليوتيوب، جماعه ما تقلقوش، انا مش عايز اقول اللي فيكم كتير جدا كان مقصر، فبالله عليكم ده مش وقت برضه اللي احنا نقعد نعاتب ونقول يا جماعه ما احنا كنا بننادي من اول السنه اللي انت تذاكر وتحط في الالماني في الاعتبار. ايا كان انا عايزك بس يبقى فيه شويه هدوء عشان انت تعرف تفكر. قلق زياده عن اللزوم ده هيخليك تتوتر، ممكن تبقى عارف الاجابه والموضوع يبقى سهل وانت يبقى فيه خوف زياده عن اللزوم. فعايز بس نفذوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه. بنعمل ايه؟ احنا اهم حاجه مراجعه الكلمات، هنشوف حل الامتحانات، نزل لك لحد امتحان النموذج الاسترشادي، وكمان حلينا امتحان تجريبي كانت الوزاره منزلاه. المحاضره ديت هي تحصيل حاصل عشان حضرتك تبقى فاهم اللعبه ماشيه ازاي في المنهج بتاعك. فانا مجمع لك كده الدنيا، وان شاء الله الدنيا تبقى بسيطه. طب لو اللي فات ده مش عاجبك يا سيدي، طب ركز في المحاضرة ديت على قد ما تقدر، وبإذن الله الموضوع يبقى كويس بالنسبة لك. سمي الله بس كده واستغفر ربنا، ما تقلقش نفسك زيادة عن اللزوم وركز معايا. احنا عندنا الوحدة الأولى اهو، الورق قدام حضرتك، هو بيقول لك ايه؟ الدرس الأولاني ده الوحدة الأولى بيتكلم على كلمة اسمها جيزوندهايت الصحة وكرانكهايت المرض. جيزوندهايت الصحة، كرانكهايت المرض. انت عندك في الدرس ده يا حبيب قلبي شويه من اعضاء الجسم، فانا جايبهم لك اهوت اهم الكلمات اللي هم متقسمين لديا وضص محايل ودي دي اهم الكلمات بقى اللي عايزك تعرفها دلوقتي معايا. خلاص، عندي في دير عندي كلمه راس كتف، ومند فم، سن او ضرس يعني تصان، وعندي رقبه او حلق او حلق يعني او زور اسمه هالس، ذراع ارم، فينجا اصبع، ظهر يعني ركن، بوخ فوس. ده اهم الكلمات دي اللي في اعضاء الجسم كوربارتايلي. انا قلت عنوان الدرس اسمه ايه؟ جيزوندهايت. كلمات ضص عندك بالظبط 4 كلمات اهو بقى، انا مش عارف اسهل لك الدنيا اكتر من كده. ايه؟ شعر يعني هار، اذن يعني اوع، عين يعني اوجي، ساق يعني بيض. خلاص، خش شوف دي، جايب لك كلمتين في دي هاند، دي نازي. اعضاء الجسم لازم احفظها بالارتكل. طيب بعد ما حفظت الكلمات، شويه كلمات بساطه اهو، تعالوا مع بعض نشوف اهم الافعال اللي احنا بنستخدمها هنا في الدرس ده عشان المواقف والقطع. يعني لو جبت لك قطعه خاصه بالدرس ده او سؤال في المواقف، فمهم تبقى عارف شويه الافعال دول. يذهب، جين، اظن كلنا عارفينه. اشلافن ينام، زنجن يغني، يسمع يعني ايه؟ هورن، زيتسن يجلس، شتين يقف، يرقص تانسن، شبيلن يلعب، اسن يأكل، يرى زين، شرايبن يكتب، يؤلم يعني ايه يا اولاد؟ فيتون. خلاص، ترينكن، ليزن، ريشن. ده اهم الافعال اللي خاصه باعضاء الجسم. طب تعديك مثال من واقع تقييمات الوزاره، يقول لك ايه؟ فلوريان فراكت زيمون. فلوريان بيسال زيمون، بيقول له فاروم. يعني ايه فاروم؟ يعني لماذا، اداه استفهام. فاروم بتسال عن السبب. هو ليه فرانك مش هيلعب فوتبول كرة قدم؟ فالمفروض فازاكت زيمون هيقول ايه؟ هيقول له عشان لاعب كرة القدم اللي هو في فرقة بايرن ميونشن بيعجب فرانك، هل ده سبب؟ ولا منذ امس تون زاين بايني، ساقوا الاتنين بيوجعوه؟ ولا اقول له اثناء لعب كرة القدم ساقه بتكون افضل، بتبدو افضل؟ ولا هقول ساقينه الاتنين دلوقتي ما بيوجعهوش؟ نشت، خد بالك من نشت دي اداه نفي. طبعا الاجابه الصح هنا هتبقى نمر ب. ليه هو ما بيلعبش؟ اقول له عشان والله من امبارح زايني بايني يعني سقانه الاثنين
بيوجعوه. تمام. طيب قال لي طب تعالى نشوف اهم الكلمات اللي ممكن تيجي في القطع والمواقف. احنا بنتكلم برضو كل ده على الوحده الاولى. فالوحده دي طبعا يا اولاد اللي هي الصحه، لازم ابقى عارف يعني ايه دكتور. عندي كلمه دكتور او طبيب، دكتور او ارتست. حلاق، فريزيور. المرسل ابن ابزندا، المرسل اليه امفنجا. تحيه يعني جروس. كلمه موعد دي خد بالك منها وهقولها لك تحت دلوقتي. ترمين بيجي معاها كذا فعل مهمين جدا. وظيفه يعني بروف. مكان اللقاء تريف بونكت. انسان يعني منش. كورس يعني كورس. كورس لياقه بدنيه اكفيتنس كورس. ألم يعني شميرتس. كونتاكت. مكالمه هاتفيه انروف، مكالمه هاتفيه. يبقى انت بتجمع كل حاجه لها علاقه ببعض. خدت اهم الافعال اللي في الوحده، عرفت الكلمات اللي ممكن تيجي في القطع والمواقف. طيب ده كلمات دي مذكر. تعال نشوف كلمات دس. فيبا يعني حمى. لاخ يوجا لعبه اللاخ يوجا. تاريخ يعني داتوم. الحال بفندن. بروبليم حمام حراري اسمه ايه؟ ترمال باد. طب كلمات دي مؤنث. عندي برضو جيزوندا هايت دي الصحة. كرانكا هايت يعني مرض، كلمتين مهمين. دامي سيدة. انشبانونج استرخاء. كلمة دواء من الكلمات المهمة يا اولاد. طابلتي. في طلاب بيبعتوا على الواتس بيقول لك يا ما تعمل حصة زوم او جوجل ميت. ما الحصة اللي بسجلها حاليا دي اعتبرها زي جوجل ميت بالظبط. افتحها ومعاك البي دي اف بتاعك واشتغل معايا. صيدليه يعني ايه؟ ابوتيكي. ميديسين. انفورماسيون. براكسس. امبفيلونج توصيه، معلومه او سكونفت. خلاص. تعال نشوف الافعال اللي خاصه بالقطع او المواقف في الوحده دي. اهمهم ايه؟ تسوزاجن يقبل. ليبن يعيش. يكح. هوستن يعرض او يقدم. بيتن يختفي. فيكزاين يبدو او شكله. اوس زين وده طبعا فعل منفصل. بزوخن يزور. يحاول فرزوخن يفحص. دي بتيجي مع الدكتور طبعا، الدكتور فحص المريض يبقى انترزوخن. يمر على فوباي كومن. يجرب اوس بروبيرن. يشكر دانكن. يعزم اين لادن يجد فندن. في بعض الصفات هنا برضو الحاجات دي جايبها لك بتاعت اولى وثانيه وثالثه. واحد سليم او بصحه اسمه جيزوند. خلاص. مريض يعني كرانك. سيء شلم. ديك يعني سمين او بتيجي لو قال لك رجلي يبقى مورمه. دون يعني نحيف. فت واحد لائق جسديا كده. جفيرلش خطر. جوت جيد. شموتسش او شموتسج يعني متسخ. فورزيشتك حذر. نرفوس يعني عصبي او متوتر. خلاص كده بنوضح الكلمات اللي انا اخد بالي منها او اللي انا اكون عارفها. مش هقول لك لازم تكون عارفها 100%، بس لازم اقراها وتمشي معايا في الحصه. احنا قلنا الحصه ديت هي هتنزل بالليل عشان هتشوفها، تتكل على الله تنام وتدعي ربنا يجبر ان شاء الله بخاطركم بكره. واذا ربنا كرمكم يبقى عشان والله خاطر اهاليكم، والله العظيم 3 اهاليكم غلابه وبيتعبوا عشانكم. هنا بيقول سؤال مواقف بيوضح من واقع تقييمات الوزاره. تعال نشوف السؤال ده بيقول لك ايه. داين فرويند صاحبك عنده ايه؟ قال لي روكن شميرتسن دي معناها الام في الظهر. خلاص. واحد صاحبك عنده الام في الظهر. جيب ايم اعطيله او اديله. رات يعني اديله نصيحه. هتديله نصيحه تقول له ايه؟ هتقول له انت مسموح الفعل ضعرفس ابايتن مسموح انك تشتغل، ولا هتقول له انت تقدر تسافر اندي بيرج يعني الى الجبال، ولا هتقول له انت ينبغي تاخد علاج ميديسن، ولا انت لازم تستيقظ او فشتين معناه يستيقظ تستيقظ بدري. لو واحد عنده الام في الظهر يبقى انت تقول له هنا ايه؟ ينبغي انك تروح تاخد علاج ميديسن نيمن. ولو كان عندي كمان روح للدكتور كان يبقى صح. طيب ركز معايا على كلمة ترمين عشان دي مهمة جدا جدا جدا. كلمة ترمين موعد بيجي معاه كذا فعل. الكلام ده طبعا قلناه في الشرح بس هنكرره تاني اهو مع بعض. بيجي معاه فعل اسمه فراين بارن يحدد ميعاد للمرة الأولى. يعني أنا تعبان فأنا كده محتاج أحدد ميعاد. ممكن يجي معاها كلمة زي درينجند اللي هي ضروري، أو فور باي كومن أعدي، أو عند حضرتك ميعاد فاضي. طيب في حالة أنا عايز أأجل الميعاد اسمها فرشيبن، ودي معناه يغير الميعاد يا أولاد. تغيره بقى وخد بالك بيجي معاه حرف الجر أوف. يعني فرشيبن
اقول ااجل الميعاد ليوم كذا، ده اجل الميعاد اللي هو انا النهارده مش فاضي فانا هاجله لبكره. اخر واحد ابزاجن، ده يلغي بقى، يعني انا مش رايح خالص. زي الموقف اللي انا جايبه لك، يعني انا بديك الفكره وتحتيه موقف. هنا بيقول لي انت محتاج ميعاد لركن مساج اللي هو المساج، هتقول ايش مشت، انا عايز ايه بقى؟ ترمين. ترمين يعني موعد. ها، انا عايز الغي، غلط. عايز اجل ولا عايز اغير ولا عايز احدد؟ ادام انا عايز ميعاد للركن مساج يبقى انا في اين بارن، يبقى تحفظ الثلاث افعال مع كلمه ترمين. طيب بالنسبه للاسئله بتاعت المواقف اهو مجمعهم لك اهو برضه. يعني مثلا يقول لك ايه اهو الكلمه اللي بتدل على مفتاح الحل، زي كلمه جيزوندا هايت او كرانك هايت اللي هو الصحه او المرض. فيجي يقول لك سؤال فاس تود في، ماذا يؤلمك؟ او انت عندك ايه؟ فاس هاس دو. بالنسبه للاجابه ممكن اقول له ماين كوبف توت في، دماغي وجعاني او عندي سخونيه، فيبر يعني سخونيه. طيب لو بنتكلم على الالم اشميرتس او الحال اللي هو بفندن يا ولاد، كلمه مهمه كلمه بفندن. فالسؤال بتاع اولى ثانوي فيجيتس ديا او فيجيتس اينن، لا اما كيف حالك لا اما كيف حال حضرتك. فرد اقول له بقى انا كويس او مش كويس. بالنسبه لكلمه ميديسن اللي هي معناها دواء او علاج، زي كلمه تابلتين زي ميديكامنتي، الثلاثه معناهم دواء او علاج. بتروح تقول فاس هيلفت اللي بيساعد، جيجن يعني ضد كذا، ضد الام البطن، ضد الام الظهر. يقول لك خد ده ضد الالام. بالنسبه للفعل او الزين معناه يبدو او شكله، اتكلم عن المظهر. اقول لك كيف زيهست اوست، طبعا هو او الزين ده فعل منفصل، رمينا المقطع في الاخر. فبالتالي بقى ممكن استخدم كلمه شليم سيء او ديك مورم او روت يعني احمر. طيب لما يجي في الموقف يقول لك دو بيتست، بص بيتست معناها بتطلب نصيحه. شوف الثلاث كلمات معناهم نصيحه، كلمه رات او راتشلاج او امبفيلونج الثلاثه معناهم ايه؟ نصيحه. فبتقول لي فاز زول ايش ماخن، ماذا ينبغي ان افعل. طب لو انت اللي بتعطي جيبست، في فرق ما بين انت بتطلب فتيجي تقول لي ماذا ينبغي ان افعل. طب لو انت بتدي نصيحه يبقى انت بتقول لي دو زولست كذا، انت ينبغي. الفعل زولن ده فعل مهم يا اولاد، ينبغي. طيب صاحبك ساعدك او اداك معلومه فبتشكره، فيلن دانك، سهله دي. طب لو رقم 7 بيقول لي صاحبك كرانك يعني مريض او عنده جريب احتقان، عنده برد، عنده سخونيه، خلاص اقول له جوتي بيسرونج اللي هي معناها الف سلامه، او ممكن اقول له روح للدكتور. احنا بنشيك على اهم الحاجات اللي تاخد بالك منها. طيب لو حد عنده شلافش تورونجن، ارق نوم يعني مش عارف ينام، اقول له اعمل مساج او اعمل رياضه، كاين كافيه بلاش قهوه، او جرب الرايت ترابي العلاج بركوب الخيل. بديك اختصارات للكلام او للكلمات اللي هي مفتاح الحل بتاعك. 9 كلمه ديبريميرت او ديبريزيون معناها اكتئاب. لو واحد مكتئب قدامك قول له روح اعمل لاخ يوجا. طيب لو قال لك ام انفانج يعني بدايه الخطاب، ها بس بصيغه رسميه، فورمال يعني بصيغه رسميه. في البدايه تيجي تقول لي زي جيرت دامن اون هيرن، سيداتي وسادتي. ده خاص يا اولاد، السؤال ده خاص بالمواقف. طيب في الام اند في النهايه بتاعت الخطاب تقول لي مع اطيب التحيات ميت فرويند ليشن جروسن. تعال خد مثالين. بيقول لي هنا في رقم 1، تعال نحل بقى. داين فرويند صاحبك بيقول اللي اخويا ماين برودر هات فيبر، قلنا فيبر يعني ايه؟ سخونيه. تمام، فهتقول له ايه؟ هتقول له السخونيه كايني، كايني دي اداه نفي، السخونيه مش مرض. ولا هتقول لي ده يسعدني، ده صفريه مش. ولا هتقول له اس تو هايت نشت زو هايس، النهارده مش حر. ولا هتقول له جوت بيسرونج الف سلامه، ما احنا لسه قايلين حد مريض، حد عنده سخونيه، عنده احتقان، جوت بيسرونج. الموقف الثاني صديقتك بتقول انا مكتئبه، ديبريميرت كلمه مهمه في الوحده الاولى. فبيقول لك جيب ايه اعطيها تب يعني نصيحه، ادي لها نصيحه. فهتقول لها ايه بقى؟ اعملي مسموح انك تزوري كورس لغه. ايه اللي جاب كورس اللغه للاكتئاب؟ ولا هيقول لها انت ينبغي انك تجربي اللاخ يوجا، لعبه اللاخ يوجا بتساعد على موضوع الاكتئاب. خلاص ده كده الجزء الاولاني. طبعا من يمة القواعد انا لازم اكون حافظ الفعل زولن، فانا مجمعه لك اهو تاني. هتلاقي تصريف الايه والا والاس والزي زول، عشان وانت بتذاكر الايه والا والاس والزي زول. الدو تصريفه زولست، الايه زولت،
بالنسبه للفيا وزي جمع وزي حضرتك تصريفه زولن. خلاص، يبقى انت كده عندك اهم الجراماتيك بتاع الوحده الاولى. الفعل زولن ينبغي بيعبر على نصيحه وارشاد، احفظ تصريف. تعال خد مثال، هيقول لك sagen Sie Herrn möglich bitte morgen um 9 Uhr in mein Büro kommen. هنا ايه؟ هو ينبغي، زل ينبغي. خلاص، ندخل على ادوات الملكيه. ادوات الملكيه اللي الايش بيعمل ايه؟ لازم ابقى عارف اللي الايش بيعمل ماين او ايه؟ او مايني، صح؟ الدو بتعمل داين او دايني، لازم اراجع عليها. الاي والاس بتعمل زاين او زايني. الزي هي وزي الجمع ايه او ايري. زي حضرتك ايه بس الاي جروس او ايري، ده اسمها ايه؟ ده اسمها يا سعاده الباشا ادوات ملكيه. الفيا تعمل اونزا او اونزاري. انتم بيعمل اويا وايه؟ واويري، ده هنا اسمها ادوات الملكيه. خلاص، طيب اهو كاتب لك اهو ملحوظات هامه. لو بعد الملكيه كلمه اداتها دي بنزود ايه؟ يعني يبقى ايه؟ مايني او دايني وهكذا. طب لو كلمه اداتها دير وفي فعل بيعمل اكوزاتيف، فاحنا بنزود ايه؟ ان للكلمه. طيب لو كلمه اداتها دير وما فيش فعل بيعمل اكوزاتيف زي ما هي يا باشا، يعني مثلا لو انا بدل ما اقول ماين هي جايه اكوزاتيف مفعول، فساعتها اقول ماينن. والداين برضو لو جايه في حاله الاكوزاتيف يبقى داينن. لو كلمه اداتها داس هي بتفضل كده كده زي ما هي. خلاص، طيب تعال خد مثال عشان تفهم اكتر. ماين برودر است فهيراتت، اخويا متزوج. هنا عايز اقول ايه؟ انا بتكلم الاول على اخويا، يعني الضمير ايه هو. فانا اقول لنفسي في الامتحان كده ده بيعمل زين او ايه؟ اداه الملكيه لازم اكون حافظها، او زيني. اروح لكلمه فغاو سيده، اداتها دي مؤنث، يبقى هنا اقول زيني. رقم 2 هاله وجدت وظيفه جديده. اشفندي انا رايي اللي وظيفتها شيقه. بتكلم على وظيفه هاله، يعني زي هي اقوم عامل كده بيعمل ايه او ايري. ارجع لكلمه جوب وظيفه اداتها دي، صح؟ صح، يعني المفروض اقول ايه؟ قال لي بس خد بالك ايش فندي ده فعل بيعمل اكوزاتيف مفعول، يعني انا رايي اللي الوظيفه موقعها اكوزاتيف، يبقى ساعتها يبقى ايه؟ ايرن، ده الاكوزاتيف بقى اللي الكلمه الدي بتتحول لدن. هنا بيقول انا وزوجتي عايشين في برلين، المفروض هنا نحن. اتسما استشون، عايز اقول ايه؟ غرفتنا نحن. المفروض فيا بيعمل اونزا او اونزاري. اتسمر هنا يا اولاد اداتها داس، يبقى هنا اونزر بس، يعني لازم اجيب الضمير الشخصي، ومن الضمير الشخصي اجيب اداه الملكيه. الدرس الثاني كان بيتكلم على وسائل المواصلات، اهو الفيركيرس ميتل. فاحنا هنا جايبين لك اهم وسائل المواصلات. شفت الموضوع سهل ازاي؟ مقسمهم لك لديا وداس محايد ودي مؤنث. تعال ننطقهم يلا. اتوبيس ديا بوس، ديا تسوج قطار، ديا فاجن، داس فارد، داس موتوراد، داس اوتو، سفينه شيف، تاكسي طياره فلوجت سويد. 6 كلمات اهم اداتهم داس. في دي عندك مترو قطار بان طياره ممكن تيجي بمعنى ماشيني واداتها دي يا اولاد. يبقى خد بالك طياره داس فلوجت سويد، لكن دي ماشيني. المانيا للطيران لوفتهانزا. في كلمات برضه هنستخدمها للقطع او المواقف، منها ايه؟ منها جدول مواعيد السفر اسمه فار بلان. مدخل اينجانج عكسها مخرج او سجانج. مكان لركن السياره بارك بلاتس. محطه قطار بانهوف. مطار فلوج هافن. رصيف المحطه بانشتايج. كوشك يعني كيوسك. طريق يعني فيج. شجره باوم. شتات بلان. اي كلمه انا عارفها خلاص ما تضيعش وقت فيها. توصيله انشلوس. شباك تذاكر شلطة. مكان أو ميدان بلاتس. فلوج محل لادن. مطعم وجبات سريعة. امبس كلمة مهمة اللي هي مطعم وجبات سريعة. طيب دي كلمات دير. طب تعال نشوف كلمات داس. هنا في بعض الأماكن برضه أكون عارفها زي بورو رايزي بورو مكتب سياحي. اشتات تياتا كرانكن هاوس. فلوج تيكت، هنا فلوج تيكت يعني تذكرة طيران. جشيفت هاوس جلايس. وسط المدينة اشتاطت سنترو. كلمات دي مؤنث. معلومة أو سكونفت. بطاقة سفر فا كارتي. صيدلية أبوتيكي. مخبز بيكاراي.
إذاعة صوتية دورش زاجي، تأخير فرشبيتون، بوليتساي، إكي يعني ناصية، إشارة مرور أمبل، بوست، شتاتيون محطة الأتوبيس، بوس هالتشتيلي. كده خلصنا أهم الكلمات عشان لو في مواقف أو في قطع. بالنسبة للأفعال اتسور كومن يعود، يحضر أبهولن. خد بالك بقى عندك 3 أفعال مهمين هنا اللي هو يركب المواصلة اينشتايجن، ينزل اوسشتايجن يغير اومشتايجن، يرقد ليجن زيتسن بشرايبن يعني يصف بشرايبن. عندنا هنا في بعض الصفات زي لما اقول لك منضبط في الميعاد فاقول عليه بونكتليش. لما اقول تذكره ذهاب وعوده هين اند تسورك رايح جاي يعني. الان يعني يتست. فهو في المواقف او في القطع لو سالك على الابفارت اللي هو التحرك فالفعل اسمه ابفارن يتحرك. لو سألك على الإقلاع أبفلوج يبقى الفعل أبفليجن يقلع. لو سألك على الأنكومفت يبقى أنكومن يصل. يبقى في كلمة بتدل على الفعل أبفارت يبقى الفعل اسمه أبفارن يتحرك. أبفلوج إقلاع الفعل جاي منه إيه أبفليجن. الأنكومفت الوصول يبقى أنكومن. تعال نشوف السؤال بيقول لي أنت بتقول مدمة سوج يعني بالقطار أو بواسطة القطار. يبقى شخص بيسألك كده عن إيه؟ انا كده بتكلم على وسيله المواصلات يبقى فركير سميتي. انت بتسال على الابفلوج الاقلاع بتاع الطياره فالسؤال هيكون ايه؟ ادام ابفلوج يبقى جاي منه الفعل يا شباب ابفليجن اللي هو نمر ابفليجن. خلاص واحنا قلنا دي ماشين يعني الطياره. يبقى ابفلوج عارف لو كان بيسال على الان كومفت اللي هو الوصول كان يمشي معايا نمر دي او كومت ان. يبقى كل كلمه بتدل على الفعل. تعال نشوف كده بقى المواقف اللي انت لازم تكون برضه عارفها زي في كلمات مفتاحيه زي فيج بشرايبنج اللي هو وصف الطريق او بشرايبن يصف. فتيجي تقول ازاي اصل الى اتسوم او تسو على حسب او اين يكون المكان الفلاني او كونن زي تقدر حضرتك فيج بشرايبن توصف الطريق. فانت في الحاله دي لا اما تقول لي فريمد يعني انا مش من هنا او غريب او اجنبي او نشت فون هي مش من هنا او فايس نشت ما اعرفش. لا اما تقول لي جراده اوس طوالي خد شمال خد يمين طيب فوق طيب امام في الخلف وهكذا. نشت فايت مش بعيد ده معناها ان ده نهي بالقرب منه. يعني كلمه ان ده نهي يا اولاد معناها بالقرب منه زي بالظبط لما اقول لك نشت فايت. بالنسبه لرقم 2 لو سالك على الانتفيرنونج المسافه فبسال باداه استفهام في فايت. وهنا بجاوب قلت مثلا على الناصيه خد بالك دي اكي لكن ان دير اكي. الفرق ما بين الاثنين دي اكي هنا جايه اكوزاتيف لكن ان دير اكي بتعمل داتيف. لو سالك على الجلايس نمر رصيف رقم الرصيف فاقول له او فيلشم جلايس على اي رصيف. سالك على رقم الرحله فيلشي فلوج نمر. سالك على اتجاه الرحله بقى فار تسيل يبقى اداه استفهام فوهن الى اين. تعال نشوف التمارين. هنا بيقول لي انت بتسأل على الفار تسيل اتجاه السفر. ادام اتجاه السفر يبقى اداة استفهام يا ولاد فو هنا على طول الى اين ادام اتجاه السفر. خلاص طيب بيقول لي انت جديد في المدينة وبتبحث زوخست على محطة القطار فهتسأل تقول ايه؟ اين محطة القطار ولا كم عمر غلط ولا مين اللي بيسأل غلط ولا منذ متى. طبعا السؤال الصح اين يكون محطة القطار من فضلك. طيب بالنسبه لحته القواعد انت عرفت اللي انا بسال على وسيله المواصلات بفي وبجاوب عنها بمت ومت بتعمل ايه؟ داتيف. خلاص مت حرف جر بيجي مع وسائل المواصلات. طيب الداتيف بيقول لك ايه؟ الكلمه لو اداتها دير او داس تتحول لدم. لو دي مؤنث بتبقى ديا ودي الجمع تبقى دين. دي القاعده بكل بساطه. يبقى مت بتيجي مع وسيله المواصلات. طيب لو عايز اقول بواسطه مصر للطيران يبقى مت ايجيبت اير على طول. طب شوف مثلا كلمه زي بوسن جمع ايه؟ المفروض بوسن اتوبيسات اداتها دي جمع اتحولت لدن. زيها زي ايه؟ فار ريدرن برضو جمع. طيب تعال نشوف الاوبان او المترو اداتها دي مؤنث اتحولت لدير ميت دير اوبان. طيب الحاله الشاذه اللي هي فوس هنا ما بقولش ميت هنا اقول تسو فوس على طول يبقى الحاله الشاذه خد بالي منها تسو فوس. عندك بقى لو مع وسائل المواصلات هيجي فعل زي إز جبت يوجد أو زوخن يبحث أو نيمن اللي بيعمل أكوزاتيف.
وهنا لازم اكون عارف قاعده الاكوزاتيف، بيحول الدية لدن. يعني كلمه بوس وتسوج اداته دير فبقت دم، لكن دص بتفضل زي ما هي، يعني اوتو وكلمه فاراد وتاكس اداتهم دص فضلت دص، الدي ودي جمع زي ما هي. يعني من الاخر هو دير المذكر اللي بيتحول لدم. امتى هيبقى اكوزاتيف؟ لو انا عندي الافعال ديت اللي هم ايه؟ از جبت او زوخن او نيمن. عندك هنا فليجن التصريف الثالث منه جفلوجن ميد ديم فلوجت سويج بالطياره او عن طريق شركه طيران لوفتهانسا او عن طريق مصر للطيران. الفعل فارن بيجي بقى مع ايه؟ كل وسائل المواصلات اللي بتمشي على الارض. يعني انا عايز اقول لك هنا للفعل فليجن يطير بتيجي مع الحاجات اللي بتطير زي الطيار، لكن فارن برضه يسافر بس مع بقيه المواصلات. نيمن احنا قلنا نيمن بيعمل ايه؟ بيعمل اكوزاتيف اهو، اش نيمي دين بوس، بوس اداته دير تحول لدين، يبقى نيمي كفعل بيجي مع وسائل المواصلات بس بيعمل اكوزاتيف. ما عدا التسوفوس اللي قلنا عليها، اذهب ماشي على رجلي، يبقى هنا كلمه فوس في الامتحان هي شاذه التسوفوس. رقم واحد هنا في التمرين بيقول لي اشفليجي ايه فلوجة سويج. اول حاجه فلوجة سويج طياره اداته داس. طب في حاله الداتيف يتحول لايه؟ لدم. ايه حرف الجر اللي بيجي مع وسائل المواصلات؟ ميد دم. هنا بيقول له ازاي بتذهب الى المسرح؟ قال لي انا خد بقى نيمي بوس، بوس اداته ديا، الفعل نيمي ده اهو هيعمل اكوزاتيف فيحول الدير لدن، يبقى هنا دن. في ايه تسوفوس تسوم ماركت. هنا بقى الفعل هيبقى ايه الصح اللي هيظبط معايا؟ المفروض تسوفوس معناها سيرا على الاقدام، على رجليا يعني، فانا مش هقول اطير ولا سافر ولا هاخد، امال اقول ايه؟ الفعل الصح جين يذهب. ما انا اكيد حته على رجليا ده هيبقى انا هذهب، ما فيهاش سفر بقى، يعني اقصى حاجه هعملها على رجلي ان انا هروح مكان معين. بعد كده بعد ما خلصنا وسائل المواصلات دخل على حروف جر المكان اللي هي بسأل عنها بفو أين. هم 9 حروف جر وكلهم طبعا بيعملوا ايه؟ بص القاعده بيعملوا ضاتيف. هتقول لي يعني ايه ضاتيف تاني؟ اقول لك يعني الكلمه لو اداتها دي او داس بتتحول لدم، وعندي دي مؤنث بتبقى دي ودي الجمع بتبقى دين، وبزود للكلمه انا مجمع لك قاعده الضاتيف في كلمتين. كل الفكره لازم احفظ حروف الجر او اعرف معانيهم. اوف فوق وملامس، يوبا فوق غير ملامس، وقلنا يوبا 90% بتيجي مع الطياره، لما يقول لك الطياره فوق المنزل يبقى يوبا. عندنا فوق امام عكسها هنتا. عندنا ان معناها في، بجوار نيبن او بجانب، بين اتسفيشن. وبرضو حط في الاعتبار باي، باي معناها عند ولدي. خلاص. طبعا هو حرف الجر ان ده اللي محتاج تحفظ الكلمات بتاعته، بيجي معاه 9 كلمات انا قايلهم لك قبل كده. الحاله الشاذه لو انا في الامتحان قلت لك دي ايكي يبقى ان، لكن دي ايكي قلت لك هنا. الفرق ما بينهم هما الاثنين معناهم عن ناصيه، بس قلت لك ان دي بيعمل هنا ضاتيف، لكن دي ايكي اكوزاتيف. كلمه بالقرب من اسمها انديا نيهي. او في ديم بارك بلاتس، او في ديم دورف اللي هي الريف او البلد او الجلايس الرصيف. بالنسبه بقى لبانهوف، شوف الكلمات اللي بتيجي معاها حرف الجر ان بقى، زي بانهوف، زي بانشتايج، زي فلوج هافن، زي اوتومات، زي كيوسك اللي هو الكشك او شباك التذاكر شلتر. عشان كده ليه يا هير؟ لان المفروض الان مع الدير والضص هتتحول لدم، فقال لي بدل ما اقول ان دم اختصارها لكلمه فانت عندك بانهوف، بانشتايج، فلوج هافن، شلتر، كيوسك. طب ليه هنا قال لي انديا؟ انديا لان بالاداه دي فحولها لديا. خدت بالك؟ في رقم 6 قال لي لو انا ذكرت اسم الشارع يعني قلت لك رمسيس اشتراسي، سعد زغلول اشتراسي، فاقول انديا، لكن كلمه اشتراسي بس يبقى اوف ديا. فهمت الحته ديت؟ لو ذكر لي اسم الشارع انديا. بيقول لي هنا داس في لغه سويج الطياره ايه؟ اشتط. اول حاجه اشتط اداتها دي مؤنث، حرف الجر هنا اللي هستخدمه هيحول الدي لديا، يبقى الصح هنا اقول يوبا دي ده اهو. ليه؟ لان يوبا فوق غير ملامس يا اولاد. اللي كافيشتت ايه؟ بارك بلاتس. احنا بارك بلاتس هنا هتيجي مع ايه؟ هي الاول اداتها دير، المفروض يتحول لدم. فين دم عندك؟ ولا اوف دم؟ لا هنا اوف دم، على اساس العربيه بالكاوتشاتها واقفه على الجراج، يبقى اوف دم بارك بلاتس.
يبقى حروف الجر ما عدا ان ديت اللي اخد بالي منها او احفظ الكلمات بتاعتها. بعد كده دخل على اداه استفهام فوهن، وبيجي معاها افعال حركه. ما هي فوهن معناها الى اين، لازم الفعل اللي وراها زي فارن، فليجن، رايزن، كومن، جاين. حروف الجر بتاعتها ممكن استخدم هنا ان، بس هتبقى بتعمل ايه يا اولاد؟ اكوزاتيف. هتعمل عندي اكوزاتيف زي ان دين كلوب الى النادي، ان سكينو الى السينما، الى سويسرا او الى تركيا. خدت بالك؟ طيب لكن مع افعال السكون زي زين وبلايبن وابايتن، خد بالك، وشباتسيرين جاين، فو بقى بتعمل داتيف. يعني هنا اقول اندم، يعني خد بالك ان هتيجي بمعنى الى لو انا سائل عنها بفو هن وفيها فعل حركه. طب لو فعل سكون يبقى هتيجي ان بمعنى فيه وساعتها يعمل داتيف. ده الفرق ما بين الاكوزاتيف، هيجي بمعنى الى، الداتيف يبقى بمعنى فيه. تعال شوف المثال في جو باور فليكت، هتطير او هتسافر ايش فايتس، المفروض اقول الى، صح؟ عشان الفعل هنا في حركه، مظبوط، فليكت. طب ايش فايتس لها اداه، اداتها دي. في الاكوزاتيف بتتغير؟ لا، يبقى هنا ان دي. ليه قلت بقى ان دي؟ عشان ايش فايتس لها اداه. هنا بيقول له انت فين يا كلاوس؟ قال له انا دلوقتي فين؟ في الجفين باد. جفين باد اداته داس. انا عايز اقول ايه؟ بين هنا سكون، انا اكون في حمام السباحه. اذا ان بتحول الداس لدم عشان تعمل داتيف تبقى معناها فيه. قال لي بقى بدل ما اقول اندم اختصارها الام، وده الفرق ما بين الى وفي. الى يا اولاد يبقى ان بتعمل اكوزاتيف، في تبقى تعمل داتيف. انت عندك اهوت فوهن اهو، الى اين بيجي معاه ناخ، وناخ دي بتيجي مع البلاد والمدن التي ليس لها اداه، او تيجي مع كلمه ايه؟ ناخ هاوز، الى المنزل. خلاص، بتيجي مع تسو بس لو جت مع شخص بدون اداه، لكن لو جت مع وظائف لها اداه فساعتها تسو بتعمل داتيف. فلذلك قال لك ايه؟ تسوم ارتست، تسوم فريزيور. او بكراي وبنك، طبعا اداتهم دي مؤنث ففي الداتيف بتبقى دير، يبقى تسور. او تسودن، وعشان الترن دي جمع ودي جمع بتتحول لدن. خد بالك بس من كلمه ناخ هاوز في الى المنزل، وتسو هاوس في المنزل. يعني خد بالك من دول حاجات تركاب برضه. ناخ هاوس معناها الى المنزل، تسو هاوس في المنزل. خلاص. وجاب لك باي اهوت، ممكن تيجي مع شخص او شركه او عيله. بايم ارتست عند الدكتور او الحلاق. باي ديا فاميلي، طبعا الفاميلي اداته دي فتحول لدير. باي دين الترن اداتها دي جمع اتحولت لدين. تعال نشوف التمرين. هنا بيقول لي ماريون هيذهب كل يوم. المفروض هنا ايه؟ جيت هنا فعل فيه حركه، اقول الى المخبز. طيب بكراي اداته دي. خلاص. طب الدي بقى هيمشي ام؟ لا، ما انا ام معناها هنا في، انا عايز اقول يذهب الى. طيب تسودن غلط. ان دي هنا صح ولا غلط؟ هقول في المخبز كده يبقى المعنى اختلف، غلط. يبقى هنا هستخدم تسو بمعنى الى، وتسو بتعمل داتيف هتحول الدي لديا، يبقى اختصارها لتسور، يبقى ده الصح عشان تبقى بمعنى الى. انت كنت فين في الصيف يا ليزا؟ قالت اوبا يعني الجد. ها، المفروض هتقول في الجد ولا بعد الجد او الى الجد ولا الى ولا عند؟ المفروض باي، عند الجد. انا عشان سائل بفو. هي انتون زي زين تول اوس، انت تبدو رائع. قال له انا كنت المفروض عند الحلاق، فعند ولدي باي. فريزيو اداته ديا، صح؟ بيتحول في الداتيف لديم. قال لي باي ديم اختصاره باين. السؤال رقم 5 بيقول لي هاس دو هويتت سايت، عندك وقت؟ قال لي لا ما عنديش وقت. ايش موس، انا لازم جاين اذهب الى الكاراتيه. الى، خدت بال حضرتك؟ كاراتيه كورس طبعا اداته ديا. لو اخترت تسو فتسو بتعمل داتيف هتحول الديا لدم. قال لي بدل ما اقول تسو دم اختصارها لتسم. ام هنا معناها في، وغلط. انا فعل في حركه جاين يبقى اقول الى الكاراتيه كورس. خدت بال حضرتك؟ وبكده نكون رجعنا على اهم الحاجات بتاعه الدرس الاول والدرس الثاني. اهم الافكار بتاعه الدرس الثالث، وهو بيقول لك ده كوندي استكونج، الزبون ملك، يعني الزبون دايما على حق. خلاص. فانا في حاجات لازم اكون عارفها. من الحاجات ديت فعل اسمه مشغل اللي هو ايه؟ اللي هو ان ماخن، وعكسه اوس ماخن، ممكن يسالنا عليهم. اللي هو يشغل ويطفئ ده يا اولاد بيجي مع الاجهزه، خدت بال حضرتك؟ مع الاجهزه الايه؟ الكهربائيه. خلاص، الكهربائيه او الالكترونيه.
يشغل ويطفئ. خد بالك بقى عشان ممكن يسألك عليهم بكرة ان شاء الله. انماخن عكسه اوس ماخن، بيجي مع اجهزة كهربائية زي كمبيوتر، دروكا، فرنزيهر، تلفاز، كول شرانك، كاميرا، فوتو ابارات، هيرت. عندك برضه هاندي، راديو، ليشت يعني الضوء او الكهرباء، لامبي، سيجاريتي او الدفايه اسمها هايتسونج. دي اهم الكلمات بتاعت الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه. عندك فعلين تانيين، اوف ماخن عكسه تسو ماخن، وده فعل معناه يفتح ويغلق. انا عايزك تحفظ الاربع افعال دول مهمين. اوف وتسو يفتح ويغلق هنا يجي مع باب او شباك، خدت بالك؟ زي دولاب شرانك او محل لادن، كتاب افتح واقفله، هفت، فينستر، جشفت، او دوزي او توا باب، او زجاجه فلاشي. يبقى الاربع افعال دول تبقى عارف كل فعلين استخدامهم. خلاص تمام. عندك من الصفات اللي تاخد بالك منها زي مظلم يعني دونكل، مضيء يعني هيل، هايس او فارم يعني حر، كالت يعني بارد، لوت صوت عالي. خلاص تمام. بيقول لك اس ريشت نشت جوت، هنا في ريحه مش كويسه. ادام قال لك هنا هي، يبقى انت بتعمل اوف ماخن، افتح الباب او افتح الشباك. لكن لو قال لك دراوسن بالخارج، يبقى انا بقفل بقى يا اولاد. خلاص يبقى انا ايه؟ يبقى انا بقفل، سواء ايه؟ سواء الريحه هنا، لو الريحه هنا في البيت يعني مش كويسه فانا بفتح الباب او الشباك. لو الريحه بالخارج يبقى انا بقفل. تعال نشوف المثال. بيقول لك في الغرفه الجو مظلم، دونكل يعني مظلم. فانت هتقول ايه لاخوك؟ الجو في الاوضه مظلم. هتقول له ايه بقى؟ بص ركز معايا. هتقول له شغل النور، انمخن شغل النور، ولا طفي النور، طفي اللمبه، ولا اقفل الباب، ولا افتح عيونك. طبعا الصح شغل النور، يبقى نمر يبقى عشان كده بقول لك الاربع افعال تبقى عارف معانيه. هنا في 2 بيقول لي في المطعم روخت من، روخت يعني في حد بيدخن وده ممنوع، فيربوتن يعني ممنوع. فالمفروض هتقول له ايه هنا؟ ادام ممنوع هقول له التكلفه بتاعت الاكل كتير، ولا هقول له كونتن زي بعد اذن حضرتك طفي السيجاره، ولا هقول له اعطيني ولاعه، خد بالك فير يعني ولاعه، اعطيني ولاعه، ولا هقول له مسموح للمرء هنا يبيع، فركوفن يبيع. يبقى طبعا ادام ممنوع يبقى انا هطلب منه اقول له طفي السيجاره بعد اذنك، اللي هي نمر ب، او اسمخن يطفي السيجاره. تعال نشوف كلمات الوحده عشان خاطر القطع والمواقف. لازم تبقى عارف كلمه آلة او جهاز، ابارات فني دي كلمه مهمه، تكنيكا نظاراتي، اوبتيكا. جهاز الرد على المكالمات اللي هو بنسميه الرد الآلي اسمه انروف بانتفورتر. اسمه ايه؟ انروف بانتفورتر. مدير شيف، العميل كوندي. ابارات اوبر يعني جرسون، وضيف يعني جاست. كلمات ضص محايد، بابيع. تخيل انا مجمع لك اهم كلمات الوحده، شوف في قد ايه وتراجع عليها سريعا، انت مش هتقعد تحفظها سريعا بس كده. فوير نار او ولاعه، جريد جهاز، عرض انجبوت، موديل تمرين تريننج. كلمات دي مؤنث. كلمه جبراوخس انفايزونج دليل الاستخدام. لما واحد صاحبك يشتري جهاز ما يعرفش يشغله فاقول له روح بص في دليل الاستخدام. ريشنونج فاتوره او حساب. بريف ماركي، سكرتيرين، قاضي الخزنه. لما عاوز طبعا احاسب هروح فين؟ اروح الخزنه. اوتو فيرميتونج تصليح، ريبارتوا وده كلمه مهمه في الدرس، بيت طلب خدمه، دينسلايتونج دور مده زمنيه، ماخريشت نضاره يعني بريلي، ماركي اوبا. اهم الافعال هنا فينيكتسيونيرن يعمل، اوفنن يفتح، ريباريرن يصلح، شليزن يغلق، انفورميرن يخبر. اتسورك روفن يعاود الاتصال، يوبانختن مبيت او يبيت، بوخن يحجز، تون يفعل، اورجانيزيرن ينظم. شيكن يرسل، فاقول لك ارسل لي تقني. فايرن يحتفل، بتصال يحاسب او يدفع، كوفن يشتري، باندن يوني. اهم الصفات كلمه بايظ او عطلان دي كلمه مهمه، كبوت. لانج فتره طويله، جفيا صعب، فربوندن متصل، ان فرايندليش غير ودي، اينفاخ سهل، مهذب يعني هوفلش. تعال نشوف سؤال كده من تقييمات الوزاره. بيقول لي علي هيشتري تليفون، عايز يعني مشتي، بتصالن قلنا ايه؟ يحاسب، عايز يحاسب على الفاتوره. فهو هيسال يقول ايه بقى؟ هيقول لك فين اقدر اللي انا اجرب التليفون، ولا فين الخزنه؟ نمر ب قاضي، ما احنا قلنا قاضي يعني خزنه. ادام عايز يدفع يبقى لازم يدور على الخزنه. طيب
برضو في كلمات مهمة عشان المواقف. عندك كلمة ريباريتوا يعني تصليح، فمعناها لا اما تقول لي ريباريرين زي، هل حضرتك بتصلح كذا، او اطلب منك تكنيكا شيكن، شيكن يعني ارسل لي تقني. فقال له مثلا يا فيا ريباريرين، احنا بنصلح كل الماركات والموديلات. لو سألك عن الدور او انت عايز تسأل على دور مدة زمنية، فبستخدم في لونجي او بيزفان كام المدة الزمنية. طيب لو سألك على التكلفة، كوستن تكلفة التصليح، عندك 3 أسئلة، لا إما فاس كوستت، لا في فيل كوستت، لا في توير، التلاتة معناهم كام السعر. وانت بتكلم خدمة العملاء اللي هم اسمهم ايه، لهم 3 مسميات يا اولاد. ريباريتوا سيرفيزي دي خدمة التصليح، كوندن دينست خدمة العملاء، دينست لايتونج خدمة العملاء برضه. فاجي اقول ايه، فاس كان ايش ماذا استطيع في زي تون، يعني اعمل ايه من اجل حضرتك. فتيجي بقى انت ترد تقول لي والله مثلا التلاجة استي كبوت، كبوت قلنا عطلان، هي كلمة فينيكوتسيونيرت نيشت، ما انت لسه عارف فينيكوتسيونيرت معناها شغال. طب لو حطيت نيشت أداة النفي يبقى مش شغال، يبقى كلمة كبوت هي نفس الكلمة. تعال نشوف موقف هنا، بيقول لي انت عند النضاراتي الاوبتيكا وبتسأله على دور يعني مدة زمنية. ادام دور وانا مغمض عيني بقى يبقى بدور على في لانجي كام المدة الزمنية. القواعد هنا سهلة، عندك القواعد بتتكلم على الطلب المهذب. قلنا الطلب المهذب بيتكون من الفعل فوردن او كونتن، وتكملة القاعدة الفعل فين، الفعل في المصدر. يعني القاعدة بتتكون من فوردن او كونتن، معناها بعد اذن حضرتك لو سمحت، وبعدين بعوز فعل في المصدر في الاخر، يعني فعل اخره اي ان. زي المثال ده بيقول لك في غاو نول كونتن زي بيتي دين زاتس، انا عندي كونتن هو هير، انا حتى لو انا مش حافظ المعنى انا عايز فعل في المصدر اخره اي ان يبقى فيدا هولن. خلاص يا اولاد، يبقى القاعده دي سهله، لو سالك عليها بكره المفروض تحل السؤال صح. عايزين سؤال، عايزين قصد الفعل في المصدر اخره اي ان، يبقى دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه حروف الجر الزمنيه اللي بسال عنها بفن، عندي ايه، منها ايه، منها ناخ، بعد، قبل، اثناء، في خلال، بدءا من، حتى. طبعا حتى ده اهو اسال عنه بايه، بفي لانج او بيس فان. خلي بالك من الكلام ده، يعني لو انا عندي بيس في الاجابه اسال عنها بيس فان او في لانج، لكن عندك بعد وقبل واثناء وفي خلال اسال عنهم بمتى. وطبعا الحروف الجر ده هي بتعمل ايه يا باشا، داتيف. هترجع تاني تقول لي هير يعني ايه داتيف، يعني لو الكلمه اللي عندك دير ودص بنحولها لدم، لو دي مؤنث بتتحول لديع، ودي جمع بتبقى دن، دي كده حروف الجر. خد بالك حرف الجر ان اللي هو معناه في خلال بيجي مع التوقيتات الزمنيه، بمعنى ايه، يعني اقول لك في خلال دقيقه، في خلال ساعه، في خلال اسبوع، في خلال يوم، في خلال شهر، في خلال سنه. تعال نحل. رقم 1 بيقول لحضرتك ايه، انت محتاج وقت للواجبات، قال له ايه الساعه 4، الاجابه هنا تبقى يا شباب، هيقول له لحد الساعه 4 حتى يبقى بيس. السؤال الثاني بابا التلفاز، قلنا كلمه فينيكتسيونير تنشت مش شغال، امتى هيجي كلمه تكنيكر التقني، هيرد يقول لك ايه ساعه، قلنا في خلال ساعه، ان اينر شتوندي. طيب 3 تجلس يوميا، بابايا بيقرأ الجورنال دي تسايتونج، ايه الفطار، كلمة الفطار في روشتوك أداته داس. طب في الداتيف بيتحول ليه داس لدم، فين دم عندك، ما عنديش غير 2 بايم واندم، اندم هنا معناها في خلال، مش هقول ابويا بيقرأ الجورنال خلال الفطار، يبقى أثناء، عايز أقول أثناء. 4 بيقول لي احنا عايزين النهارده اشباتسيرن جايين نتمشى، قال له ماشي بكل سهول، لكن اشهاب ايه، اختتسين ابايت، انا عندي شغل لحد الساعه 18. شفت الموضوع سهل ازاي. 5 انا هاجي الساعه 16، حضرتك هكون في البيت، قال له الساعه 14 ونص. اليوم الدراسي شول تاج تسو اندي، اندي يعني خلص انتهى. وايه الساعه 15 انا هكون في البيت، هتقول حتى الساعه 15 ولا قبل ولا بدءا من، طبعا هنا بدءا من الساعه 15، يعني هو بيقول لك ايه، انا لحد الساعه او الساعه 14 ونص اللي هي الساعه 2 ونص اليوم الدراسه هيخلص، بدءا من الساعه 15 هكون في البيت.
كده الدرس الثالث. الدرس الرابع مهم برضه نبص عليه كده بصه سريعه. بيتكلم على ايه فكره الدرس؟ على الكلايدر الملابس. خدت بالك؟ وكانت في قاعده بتقول ايه؟ كان عندي اداه استفهام اسمها فيلش، وكان عندي في الاجابه بستخدم اسم اشاره اسمه ديس. بص ركز معايا، انا هنا بجمع لك بس عشان افكرك. فيلش ده هي قال لي بتاخد النهايه بتاعه الارتيكل، يعني لو الكلمه اللي وراها اداتها دير مذكر فتبقى اسمها فيلشر، واسم الاشاره يبقى اسمه ديزر على حسب ايه الارتيكل. لو مذكر خد بالك، يعني فيلشر اي ار يبقى الكلمه اللي وراها اداتها دير، زي بلوفر او جورتل، حقيبه قفا، بدله انتسوج، شوه بس حذاء، معطف يعني بلطو منتل، روكزاك، شيرم، روك، كل دول اداتهم دير، فعشان كده اداه استفهام اسمها فيلشر، وفي الاجابه بتبقى اسمها ديزر. طب لو الكلمه اداتها داس فبالتالي بيبقى ايه؟ فيلشس او ديزس. ده هنا اداه استفهام اسمها اي، بتاخد ايه؟ بتاخد النهايه بتاعه الكلمه اللي وراها. فانا عندي لو اداك كلمه هيمد او كلايد او تيشيرت او فويرت سويج فدول اداتهم داس، فلذلك هتقول فيلشس او ديزس. طب بالنسبه للكلمه المؤنثه خلاص بتاخد النهايه ايه؟ فيلشي او ديزي. في الكلمات المؤنث بقى خلينا ننطقهم لك كده سريعا. كلايدونج، بلوزه، هوزه، طبعا هو الدرس قايم على الملابس. ياكي، تاشي، كرافاتي، زوجي، زاندلي، فابي، جروسي، مودي، دروجري، كوزمتيك. ها ينس ديت بي ال يعني كلمه جنس هنا جمع. فارن بضائع كلمه جمع. خلاص بي ال يعني بلورال كلمه جمع. يبقى انت عرفت هنا اداه استفهام ليه بقول فيلشر وليه بقول فيلشس وليه بقول فيلشي. تاخد مثال رقم واحد بيقول لي مانتل. بص كلمه مانتل اداتها ايه؟ لو بصيت فوق في الجدول هتلاقي مانتل اداته دي، يبقى هنا اداه استفهام فيلشر. طيب فيلشر ها روك فيلشر، هل في الاجابه اقول ديزا على طول؟ ركز معايا ها، هل كده في الاجابه اقول ديزر؟ ما قال لي فيلشر يعني روك ده اداتها دير. بس خد بالك الجمله هنا ايش فيند هنا جايه اكوزاتيف. يعني ايه اكوزاتيف تاني؟ عندي ادي الفاعل ادي الفعل، ساعتها المفروض الاكوزاتيف بيحول الدير لديم، يبقى برضو ساعتها اداه هنا الاشاره هتبقى ديزن. ليه؟ لان الروك هنا الجيبه جايه في حاله الاكوزاتيف يا اولاد. في الثلاثه بيقول لي فيلشي، شفت فيلشي كلايدر. كلايدر هنا جايه جامع لا ملابس، عشان كده قال فيلشي، بس في الاجابه قال لك كلايد. كلايد فستان دي اداتها دس، يبقى بالتالي عشان دس اقول ديزس. شفت حته اداه الكلمه؟ يعني راجع لي على الملابس اللي فوق كده من حيث الاداه، وانا مجمعهم لك اهوت امتى فيلشس وامتى فيلشي. عندنا طبعا في كلمات مهمه زي الزوج ايه مان، ريكورد رقم قياسي. عندنا كلمات دس زي 3 كلمات، الطابق العلوي اوبا جشوس، وايرد جشوس، ومكتب المفقودات، ومتجر كوف هاوس. دي كلمات داس. كلمات دي عشان القطع او المواقف. عندنا زوجة ايه فراو، آلة الكمانجة اللي هي جايجي، ملابس حريمي ضامن كلايدونج، بريف تاشي، هيلفي، مودي، شرايب فارن، ادوات مكتبية. دي بي ال يعني كلمة جمع. خلاص تعال نشوف الكلمات اللي هي الافعال بقى. الافعال اللي هنا في الدرس انتسين يرتدي او يلبس، يجرب او يقيس، انبروبيرن جهور يخص، خلاص يشاهد شاون. عندنا برضو يتلائم اتسوزامن باسن. طيب عايزك برضو تركز معايا اكتر على امتى اختار باسن وشتين، يعني ايه الفرق بين الفعلين دول. خد بالك عشان ممكن يسألنا عليهم بكرة. باسن بيجي مع المقاس والسعر، لكن شتين يجي مع الشكل واللون. خلاص يعني المقاس والسعر عندك زي ايه؟ يعني لما يقول لي جروس وكلاين كبير وصغير يبقى باسن، برايت وانج لانج وقارتس، توير غالي ورخيص، سعر مناسب. خدت بالك؟ يبقى ده كله الفعل باسن. لكن بقى اشتين شكل ولون لما يتكلم على اللون او الشكل زي الصفات اللي هنا دي، وبالذات مثلا الالوان لما يتكلم على احمر ورمادي وفايس وجفارتس وجلبي يبقى هنا شتين. يبقى مهم برضو تبقى عارف الفرق ما بين باسن وشتين. تعال خد سؤال بيقول لي اختك بتجرب اين كلايد فستان، لكن بص بقى اس شتيت هنا مش ملائم عليها. انا كده بتكلم عليه شتيت بيتكلم على الشكل واللون.
يبقى الاجابه الصح هتبقى نمر اللي هو ايه، بيقول لها انت لا تبدو كويسه في اللون ده. لكن بي بيقول لي المقاس، انا مش عايز مقاس. وهنا شمكت يتذوق، مش بتكلم على الاكل. وهنا بيقول السعر مش مناسب، ما بتكلمش على المقاس او السعر. تلك البلطو مش مناسب، هنا استخدم الفعل باست بقى. ادام باست يعني بيتكلم كده على ايه، على المقاس او السعر. فيبقى هنا يقول لي ايه، يقول لي انت تبدو جميل في البلطو ده، لا غلط. طيب يبقى كده انت واقف بالك فتره على الخزنه، ولا انت كده في محل مستحضرات تجميل، ولا ده معناه ان انت بتقيس بلطو والمقاس طلع مش مظبوط؟ يبقى تسي. يبقى لازم ابقى فاهم الفرق ما بين باست وشتيت. 3 بيقول لي انت عايز تشتري جيبه، فالمفروض هتجد ده فين؟ اين اجد ايه بقى؟ هتسال كده على الجيبه فين؟ هيرن كلايدونج يعني ايه؟ ملابس رجالي. وهنا مستحضرات تجميل. ودامن كلايدونج ده هنا ملابس سيدات. يبقى ده الصح. يبقى لازم تبقى عارف يعني ايه ملابس رجالي وملابس سيدات. بالنسبه بقى في حته المواقف، لو سالك على الاينكاوس اورت مكان التسوق، فانا اكيد بسال بفو اين، زي بالظبط البروفه. فو كان ايش داس ان بروبيلين، فين اقدر اقيس او اجرب؟ هيقول لك في الام كلايد كابيني. الفورليبن الحاجه المحببه، فاس ماخس دو جيرن دي حاجه قديمه. الماينونج برضو الراي، في فيندس تدو. الكلايدونج فاسيت سين زي جيرن ان، بتحب تلبس ايه؟ تعال نشوف السؤال مع بعض. دو بيست ام كلايدونجز جشيفت، انت في محل ملابس بتبحث على كلايدونج ملابس. فازاكت دير في الكويفر، خد بالك بيقول لك ماذا يقول البائع ليك. وبعدين قال لي فاس باست هي نيشت. كلمه باست نيشت يعني ايه؟ الغير مناسب. اذا كده في 3 مناسبين، واحد مش مناسب. هو هيقول لك ايه؟ البائع هيقول لك بتحب تلبس ايه؟ ده يمشي يعني، ده صح. هو عايز هنا الغير مناسب. البائع هيقول لك اي لون ملائم لحضرتك، يبقى ده صح. اي مقاس حضرتك محتاجه، صح. هو البائع ما ينفعش يقول لك اي بنطلون ينبغي ان انا اخده. البائع مش هيقول كده، هو عايز هنا الاجابه الغير مناسبه، يبقى ده اللي صح. القواعد هنا في الدرس قايمه على فعل اسمه موجن، لازم اراجع عليه. موجن ده يحب، التصريف بتاعه الايش والا والاس والزي ماج. لو سالك عليه لازم تقفل فيه الدرجه. دو ماجست ايه موجت، الفير والزي موجن. مثال على كده بيقول لك ايه؟ بيتر ونديرك دي هوزن زند زي شيك. شيك يعني انيق. جوت ابا ديرك، انا وديرك هنا يعني نحن يا اولاد. تصريف نحن يعني ايه بقى؟ موجن. اظن لو جاب سؤال على تصريف موجن المفروض تحله. عندك بعد كده 3 صفات، بص معايا عشان نلم الدنيا. الصفه اسمها جوت، المقارنه منها اسمه بيسر، والتفضيل اسمه ام بيست. نحفظهم كده. طب عندي صفه اسمها جيرن اللي هو يحب، بيعمل حاجه اسمها ليبر وام ليبستن. عندي صفه تالته اسمها فيل، بتعمل مقارنه 100 وبتعمل تفضيل ام مايستن. تعديك مثال، لما يقول لي هير كلاين ليست فيل بيقرا كتير، ادي الصفه بتاعتي. يبقى انا هنا لما يقول لي زاين فراو زوجته بتقرا ايه؟ نخ. يبقى المقارنه من فيل اسمه ايه؟ بص في الجدول هتلاقي 100 بس. يعني انا شغال على الصفه والمقارنه والتفضيل. في 2 بيقول لي بتحب تشرب قهوه ولا شاي، ادي جيرن. طب لما يقول لي يبقى عايز هنا التفضيل. التفضيل من جيرن اسمه ايه؟ ليبستن. تيمو بيتكلم انجليزي افضل من بيسر. طب بيسر هنا بالله عليك بص في الجدول، التفضيل منها اسمه ايه؟ ايه بقى؟ بيستن. يعني عايز اقول لك احفظ الصفه بالمقارنه بالتفضيل. ما تنساش طبعا موضوع ضمائر الشخصيه في حاله الداتيف، اللي هي الايش بتبقى 100، والدو ديا، والا والاس ايم، والزي هي بتبقى ايه. الزي جمع اينن، الزي حضرتك اينن بس الحرف جروس. الفيا بتبقى انس، والاير بتبقى اويس. ده في حاله ايه؟ في حاله لازم يبقى عندي فعل من اللي في الجنب دول، جهورن او جفالن او شميكن او اشتين او باسن. يعني اي فعل من دول ساعتها احنا شغالين على الضمائر الشخصيه في حاله الداتيف. طبعا لو بسال على الداتيف بسال عنه بفيم. الغير عاقل بسال عنه بفصل. ناخد مثال، بيقول لي هنا ديزيس هاوس. قال لي ناين اس است نيشت ماين هاوس، ده مش منزلي. خد بالك هم كلهم بيعملوا داتيف، يعني جهورت وجهورن وجفالن وجفيلت. انت هنا في الاجابه قال لك لا ده مش منزلي، يعني انا هنا عايز الفعل الصح اللي هو جهورن يخص. طب هنا هقول جهورت ولا جهورن؟ والله جهورت دي في حاله المفرد، وجهورن في حاله الجمع.
انت عندك ديزيس هاوس هنا مفرد يبقى هنا جهورت. السؤال الثاني از داس هاني بلوفر، هو ده البلوفر بتاع هاني، هيقول له يا ايه جهورت، هو يخص مين؟ المفروض عن مكان ايه في الداتيف بقى يبقى اسمه ايم، يبقى ايوه يخصه فراو فرانك وكوما يعني زي حضرتك، وبعدين الفعل جفلت بيعمل داتيف هيحول الزي لايه؟ انا حافظ بقى يبقى اين ده اهي. طب في 4 بيقول لي زند داس اونزاري بوشر، هي دي كتابنا؟ ما هي اونزاري جايه من الضمير نحن، اداه الملكيه دي كتابنا. رد قال لي يا زيجي هولت، المفروض يقول لي زيجي هولت ايه؟ المفروض يقول زيجي هولت ايه؟ تخصكم انتم، صح؟ يبقى ايش، يبقى انتم اتحولت. خد بالك هنا جيهورت المفروض يبقى جيهورن. ليه جيهورن يا هير؟ عشان بوشر هنا جمع، ده هي ده تصحيح هنا، يبقى مش جيهورت بقى المفروض جيهورن. خلاص ايش، يبقى دي كتابنا نحن هيقول تخصكم انتم، يبقى داتيف يبقى ايش. وصلنا كده للدرس الاخير معانا، الدرس الخامس، وبيتكلم على الاحتفالات والاعياد. بعض الكلمات المهمه زي كلمه جبورتستاج عيد ميلاد، بيكانتي كاليندا تهنئه يعني جلوج فونش، رامن. كلمات الدص جشينك هديه، فوخن اندي، جريل فيست، ابشلوس جريلين، ليبن سيار. كلمات دي مؤنث عندنا اوبراشونج مفاجاه، كيرشي، اوفجابي، باوزي، جبورتستاجز ليستي. بالنسبه للافعال اللي عندنا اين لادن، يهنئ، جراتوليرن، فرجسن، فروين، براوخن، لوفن. ده اهم الافعال اللي تاخد بالك منها. الكلمات المهمة كلمة داتوم يعني تاريخ أو فوخنتاج، فأبقى عارف إزاي أسأل على الداتوم أو التاريخ. فيلشارتاج، وعندي فاس فيو أين فوخنتاج، دي أسئلة بتاعة التواريخ، فيقول لي أين زامستاج، أو بقى يقول لي العدد الترتيبي اللي إحنا هنتكلم عليه كمان شوية. طيب موعد اللقاء اسأل بظن متى على طول. مكان اللقاء اسأل بفو أين. يسألك على سبب اللي هي كلمة جروند، يبقى أداة استفهام فاروم لماذا، وبالتالي بستخدم دين لأن. طيب انت عندك مع الدعوة كلمة ايلادونج دعوة، عندك معاه فعل اسمه ابزاجن يرفض الدعوة، فده معناه انك مش هتروح. فتيجي تقول له مثلا انا ههتم بالاطفال او انا هاخد بالي من الاطفال. عندك فعل تاني بيجي مع ايلادونج تسوزاجن، هنا قبول. فعلين دول مهمين يا اولاد، ابزاجن يرفض، تسوزاجن يوافق، فده معناه ان انا جاي ده يسعدني. خلاص. طب انت هتدعو حد اين لادن، بتقول له مش مسموح انك ما تجيش، ما ينفعش يعني ما تجيش. بتشكر من اجل الدعوه في لندانك سهله. طب هتطلب رد، فتقول له جيب مية بشايد، الكلام ده عشان المواقف، او رد عليا بسرعه. هتهنئ حد، اقول له أليس جوتي او هيرتسليشن جلوج فونش يعني تمنياتي لك. عندك بقى ايه؟ عندك سيلفستا اللي هي معناها ليلة رأس السنة، فهنا أقول لك أين جوتس نويس يار، سنة سعيدة جديدة. لكن عندنا الأوسترن ده عيد الفصح اللي هو قبل شم النسيم بيوم، فأقول لك فروه أوسترن أو فروهز فيست. بالنسبة للفايناختن أعياد الميلاد أقول لك فروه فايناختن. معنى كده إيه؟ كل تحية كل مناسبة هتلاقي التهنئة بتاعتها، يعني لو أنا بهنئك بالأوسترن تقول لي فروه أوسترن، الفايناختن فروه فايناختن. خلاص. طب شخص بيقول انا هاجي، اقول له ده يسعدني. طب شخص عنده اختبار زيكم كده ان شاء الله باذن الله بكره او تيست، فاقول له فيل ايرفولج. ركز في الحاجات دي بقى، دي مواقف على طول. شخص عنده اختبار عنده امتحان اقول له فيل ايرفولج. لكن موقف 16 بقول لك شخص ايه بيشتندن يعني نجح في الاختبار، او بقى معاه شهاده، او خد الرخصه، فابارك له اقول له جراتوليري. يبقى في فرق ما بين انت عندك امتحان في الايرفولج عشان لما يسالك عليه في المواقف، لكن خلاص انت نجحت فابارك له. طب لو شخص هيعمل حفله او رحله او جوله او اجازه نزهه تمشيه، شخص رايح السينما رايح المسرح رايح النادي، اقول فيلش باص. تتخيل مجمع لك كل التريكات اهي في كلمه واحده، فيلش باص كثير من المتعه. نيجي نحل كده، يقول لك زميلك هيدعوك للاكل وانت مش هتقدر تيجي، شوف بقى الجمله. فالمفروض هنا تقول له ايه؟ اول واحده صح، توت مي لايد يؤسفني انا مش هقدر اجي. طب صاحبك دعاك لايه؟
لحفله عيد ميلاده. وانت ايه بقى؟ بص اهو، دو زاجست دازت سو، احنا لسه قايلين تسو زاجن يعني ايه؟ يوافق. دي كلمه مهمه مع الدعوه. ادام هتوافق هتقول له ايه؟ انا بكل سرور جاي. طب صديقتك هتحتفل بليله راس السنه، فانت تقول لها مبروك، ولا الف سلامه، ولا اطيب النجاح والتوفيق، ولا سنه سعيده جميله؟ تمام. زندرة بتسأل بيترا، بتقول لها فاروم لماذا بتتعلمي انجليزي؟ فاروم هنا بتسأل على السبب، يبقى السبب هتقول لها عشان انا بحب الاكل الانجليزي، ولا عذرا، ولا الاكل الانجليزي ده لانج فايلش ممل، ولا تعلم اللغات مهم جدا، ولا انا رأيي ان اللغات مش شيقة؟ طبعا الاجابة سي هي اللي صح. الموقف اللي بعده بيقول لك كارلس فرانك، صديق كارل اللي هو فرانك هيحتفل قريبا. كلمة هوخت سايت يعني حفل زفاف، من الكلمات المهمة في الدرس دي برضه. ففرانك بيقول لك فرانك دعا مين؟ كارل إلى حفل زفافه الجمعة الجاية. فزقت فرانك هنا هيقول له إيه؟ فرانك هيقول له إيه بقى؟ هيقول له يؤسفني أنا مش سعيد. غلط. هيقول له مبروك. يعني فرانك ده المفروض يدعي كارل، يقول له هو أنت ليه دعيتني؟ المفروض برضه فرانك افهم الموقف. فرانك هيدعي كارل يقول له انا هكون سعيد لمجيئك، هتجيب ايه وانت جاي على طول؟ الراجل ده دغري. يبقى ده اللي صح. بالنسبه بقى للقواعد بتاعه الدرس، كانت بتتكلم على الضمائر الشخصيه في حاله الاكوزاتيف. التحويل اهو، الايش بيتحول لميش، الدو لديش، انتم بيبقى اونس، ايا بتبقى اويش، الايه هو بيتحول لاين، الاس بتفضل اس، الزي تفضل زي، الزي الجمع تفضل، الزي احترام تفضل. يعني انت عندك الثلاثه زي يفضلوا زي ما هم. امتى هشتغل على القاعده ديت؟ لما يبقى عندي فعل بيعمل اكوزاتيف. انا هنا بنصحك نصيحه، احفظ الافعال اللي بتعمل ضاتيف هناك اللي هي في الدرس اللي فوق، زي جفالن وباسن وشتين. غير كده من افعال هيعمل عندك اكوزاتيف ان شاء الله، وانا حاطط لك اهوت اهم الافعال اللي بتعمل اكوزاتيف. تعالى كده، طبعا لو بسال على العاقل ويكون مفعول فبسال بفين. تعال نشوف الامثله. يعني انا هنا يا هحفظ الافعال اللي بتعمل داتيف زي جفالن وجهورن وشميكن وباسن وشتين. غير كده ان شاء الله هيعملوا معاك اكوزاتيف. بيقول لي ديزا فيلم است زوبا، خد بالك بيتكلم على الفيلم اهو، اداته دير. في الإجابة قال لي ich habe eh dreimal gesehen، أنا شفته 3 مرات. يعني الفيلم هنا جاي في حالة الأكوزاتيف. المفروض الدير هنعوض عنه بإير، هو في حالة الأكوزاتيف بقى الإيه هيبقى إيه؟ إين. Das ist meine Freundin، دي صديقتي من ألمانيا. möchtest du kennenlernen، طبعا برضو kennenlernen يتعرف على فعل بيعمل إيه؟ أكوزاتيف. بتكلم على صديقتي زي هي. طب في حالة الأكوزاتيف بقى هنا زي بتفضل هي، ما بتتحولش زي الضعيف كده. القاعدة التانية أعداد ترتيبية. بص عشان ما تتعبش نفسك، احنا بنقسمهم ل3 حالات. ايه هما؟ العدد الترتيبي من 1 ل 19 بنحط تي ايه للعدد، زي ارستي، دريتي، زيبتي، اختي. خلاص. من بعد ال20 بحط اس تي للعدد. القاعدة مقسومة على حاجتين وبتستخدم اكتر في التواريخ. يبقى من 1 ل 19 تي اي، من بعد ال 19 اس تي اي. طيب الجزء الثالث لو عندي حرف جر قبله زي او ام او فم او بيست سم، لازم تحفظ ال4 حروف جر دول. طبعا فم وبيست سم يجوا مع بعض، من الى، من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني. لو جه بقى حرف جر من دول في الامتحان بكره، انت بتزود ان كمان، هتحط ان كمان للعدد. خلينا اديك مثال. يعني السؤال رقم 1 بيقول لي هو اليوم ايه النهارده؟ است دير، هنا ده عدد ترتيبي عادي يبقى دريتي. خدت بالك احنا بنتكلم على تاريخ اليوم دريتي. لكن التاني بيقول لي فان سأل بمتى، امتى اتولدت؟ قال له ادام عندي يبقى العدد الترتيبي هنا بزود له ان يا اولاد. يعني القاعده متقسمه 3 حالات كده. اذا انا كمان لقيت حرف جر زمني بكره في الامتحان او ام او فم او بيست سم، انا بزود للعدد ان كمان. القاعده الثالثه هو الفعل فيردن يصبح. عندك تصريفه ايش فيردي، دو فيرست، الا والاس والزي فيرد، الايا فيردت، والفير والزي فيردن. ده تصريف فيردن لو سالك عليه بكره. سؤال بيقول لي في الت كم عمر ايا زون؟ طبعا زون ابن حضرتك، طبعا الزون هنا يعني اير هو،
يبقى تصريفه هنا فيرد يا اولاد. انا بسأل بكلم في غو هندي بصيغة احترام، بس بسأل على عمر ايه الابن، يبقى هنا ايه هو، يبقى فيرد. خلاص، يبقى تصريف فيردن زي موجن في الدرس اللي فات. طبعا اخر حاجة الروابط، وقلنا الروابط ما فيهاش قاعدة. يعني انت عندك دين ديت لان سببية، لما يقول لك احنا هنعمل حفلة لان حصلت على الشهادة، يبقى دي سببية. زي بالظبط اقول لك انا مش رايح المدرسة لان انا تعبان. اوضة اختيارية، اقول لك انت عايز تقعد في البيت او نروح السينما. ابر دي بنقول عليها لكن تناقضية، يعني انا عايز اشتري عربية لكن ما معيش فلوس. بكرة في الامتحان لو سألتك عليهم لازم تقرأ الجملتين كويس. اند معناها يعني احنا هنمكث في البيت ونشاهد التلفاز. تعال ناخد تمرين عليه ونختم بقى بادوات الربط. هنا بيقول ich habe das rote Auto gekauft، انا اشتريت العربيه الحمراء. ich liebe بحب تلك اللون. ليه؟ لان بحب تلك اللون، يبقى دين. لازم افهم اداه الربط الصح من حيث الجملتين. بترا هتزور مامتها، ايرن فاتر وابوها وباباها، يبقى اوند هنا ديرك هات اين اوتو، ديرك عنده عربيه. ايه هات كاينن فيورشاين، طبعا فيورشاين رخصة سواقة، وكاينن أداة نفي، لكن ما معهوش رخصة سواقة، يبقى ابر. انت عايز بيتزا ولا لحمة، يبقى ديت اختيارية، يبقى اوضة. يبقى اذا اخر حاجة ادوات الربط ما فيهاش قاعدة غير ان نفهم من الجملتين. هقول لان ولا او ولا لكن ولا اون. بكده اكون جمعت لك اهم الكلمات واهم الجراماتيك واهم المواقف اللي تركز عليها. ده في حالة لو الوقت معاك ضيق وانت ما شفتش ولا المحاضرة 9 ساعات ولا شفت حاجة، يبقى المحاضرة ديت فيها الخلاصة، فيها البهاريز بتاعة المادة اللي عليك. هي طبعا لو انت كنت شفت المحاضرة 9 ساعات ده افضل، بس ده ما يمنعش ان المحاضرة فيها كمية معلومات كتيرة جدا. هتلاقي في الاخر ساعة ونص او حاجة تقعد عليها بقى ايه، تسهر الليل عليها وتصحى الصبح تخلصها، تركز على النقاط اللي انا شاورت عليها. وهرجع تاني واقول لك الصبح ان شاء الله راجع على الكلمات بتاعة المنهج. والله انا حاولت اطلع افضل ما عندي في الساعة ونص. انا اصلا مش برشح حتة اللي هو التريكات والكلام ده، يعني انا كان نفسي طبعا انك تبص على المنهج كامل وتبقى شغال فيه كويس. بس نقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، واحنا بنحاول برضه نساعدك لاخر لحظه. يعني انا عارف ان انت برضه يا عيني تايه، وده ما يمنعش ان احنا قصرنا، بس احنا قلنا زي ما قلنا في الفيديوهات كلها احنا مش وقت لوم ولا وقت عتاب، احنا قصرنا ما اديناش للماده اهتمام. بس انا بحاول دلوقتي برضه احاول اساعدك والله باي طريقه. يعني الساعه ونص دول هيمشوا معاك الدنيا، ربنا ان شاء الله يجعل فيهم الخير والبركه كده، وان شاء الله يجي من التريكات دي بكره باذن الله وتطلعوا مبسوطين ومجبورين الخاطر. ربنا ان شاء الله يجبركم وتطلعوا ان شاء الله مبسوطين وتفرحوا اهاليكم ان شاء الله السنه دي، وباذن الله نطمن عليكم كلكم، وباذن الله كل واحد يروح المكان اللي ربنا يشوف ليه الخير فيه ويرزقك فيه الخير دايما. وافتكر دايما اللي الخير مش بس كليه، مش بس فلوس، الخير حاجات كتير قوي حواليك احمد ربنا عليها. ان شاء الله ربنا يجبركم عشان خاطر اهاليكم، وما تنسوناش بقى من دعواتكم. ونشوفكم ان شاء الله كده في كلياتكم اللي انتم ان شاء الله حلمتوا بيها. واوعى تنسى ان مشوار الثانويه العامه مش نهايه المطاف. ان شاء الله باذن الله حياتك لسه جايه تعمل فيها اللي انت عايزه وهتتعلم فيها حاجات كتير جدا. بس اوعى تفتكر ان الثانويه هي المحطه الاخيره في حياتك، ده انت لسه هتبدا. وان شاء الله باذن الله كده نقابلكم في كل الاماكن ونبقى فخورين بيكم باذن الله. ربنا يعلي مراتبكم ويرزقكم دايما بالخير وبالحلال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.